الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من يهده الله فلا ضال له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة عن صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت أو فسدت خاب وخسر. يا نفس هجم الكرى فتهجدي، ودنا الرحيل من الدنا فتزودي، فلربما تأتي القيامة في غد ما أقرب الأمس البعيد من الغد. أيها الأحبة الأكارم، شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة للمسلمين وجعلها منارة لهم وعمود الدين، وهي دليل على تمسك المرء بدينه واستقامته في دنياه. وقد فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، حيث خاطب الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة وبدون واسطة، أي بواسطة جبريل، وذلك لأهميتها وعظيم قدرها عند الله عز وجل. وقد كتبها سبحانه على عباده المكلفين في حضرهم وسفرهم وفي أمنهم وخوفهم وفي صحتهم ومرضهم وفي حربهم وفي سلمهم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد توعد الله سبحانه وتعالى من ضيعها أو تكاسل عنها أو أداها على غير الوجه المطلوب بالابتعاد من رحمته والحرمان من جنته، فقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وروى أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة له يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وقال أهل العلم: إنما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربع لأنه يشتغل بالصلاة
أو عن الصلاة بماله أو بملكه أو بجاهه أو بتجارته. فمن اشتغل بماله عن الصلاة حشر مع قارون، ومن اشتغل عن الصلاة بملكه حشر مع فرعون، ومن اشتغل عن الصلاة بجاهه أو منصبه حشر مع هامان، ومن اشتغل عن الصلاة بتجارته حشر مع أبي بن خلف. وهؤلاء أربع كفار ومحكوم عليهم في الخلود في نار جهنم. ولا ننسى أيضا أن نعلم أولادنا الصلاة والمحافظة عليها، لأن الأسرة في الإسلام نواة صالحة لبناء المجتمع السليم الذي يدعو الإسلام إلى تحقيقه. وقد روى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ومن أهمل تربية أولاده صغارا أو كبارا وقصر بالعناية بهم وتهذيبهم وتثقيفهم وإرشادهم وتوجيههم منذ حداثة سنهم إلى طريق الإيمان والتوحيد والعقيدة والخير والبر، واهتم فقط بدنياهم وتأمين معيشتهم ولباسهم وطعامهم، كان من الخاسرين. لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقد ثبت أن البلاء يرتفع عن كل مكان أهله يصلون، وينزل على كل مكان أهله لا يصلون. وكذلك تارك الصلاة الذي يرتكب المعاصي والذنوب يؤثر فيه السحر والعين والحسد ويصاب بالأمراض المستعصية. ولكن العبد إذا صلى وذكر الله سبحانه وتعالى وقرأ القرآن وقرأ آية الكرسي والمعوذات والإخلاص كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحصن بعناية الله عز وجل. أيها الأحبة، أما حكم تارك الصلاة في الإسلام فإنه من تركها جاحدا بها منكرا لها فهو كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم أي الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما من تركها تكاسلا أو تقصيرا فهذا يعتبر عاصيا، فيجب نصحه ليتوب إلى الله ولا يموت عاصيا. وقال ابن حزم: ما رأيت في الشرع ذنبا بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وقتل مؤمن بغير حق. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبو هريرة وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة الكرام أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. هذا قول الصحابة في عهدهم. وقال: وليس لهؤلاء الصحابة مخالف لهم أبدا، لم يجرؤ أحد أن ينكر عليهم أو يخالفهم. وقال بعض العلماء: إن ترك الصلاة حدث بعد القرون الثلاثة الأولى، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. روى البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت:
غي هو نهر في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه شديد عقابه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: غي هو واد في جهنم يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات ويتركون الصلوات. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقال: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا. وبين الرجل والكفر ترك الصلاة. فإياك يا أخي المسلم، إياك أن تترك فرضا من الفرائض، فإن فعلت ذلك فقد هلكت مع الهالكين وخسرت الدنيا والآخرة، وهذا هو الخسران المبين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين التائبين. استغفر الله.